كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب ان شاء الله ربنا يجعل كل الايام اللي جايه كلها اعياد. حبيت النهارده افرجكم ضيافة العيد بتاعتنا وهنعمل ايه وهنعملها ازاي. تعالوا معايا نشوف ضيافة العيد. اول حاجة جهزت الكاندي جار دول عشان نحط فيهم الحلويات والحاجات بتاعة العيد. تعالوا نشوف جبنا ايه عشان العيد. اول حاجة جبناها كوكيز. طبعا الاغلب بيحب الكوكيز، خاصة بقى لو جالك أطفال زيارة في العيد وكده، فالكل بيحب الكوكيز يعني. جبنا ده ايه؟ ده كحك. جبنا كحك العيد اهو. ده كحك العيد برضه هفتحه معاكم عشان هنحط منه في الكاندي جار. وكمان جبت بيتي فور اهو. طبعا انا الحلويات اللي انا بحبها تكون من عند البدري، يعني كل الحلويات اللي انا بنجيبها كل عيد لازم نجيبها من عند البدري، بصراحة بتكون حلوة قوي. وايه تاني؟ وجبنة غريبة. ده احط كده عشان ده بيتي فور كمان، وجبنه غريبه. دي الحاجات اللي احنا بنحبها يعني. احنا بنحاول نجيب الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها وبنحبها وبتتاكل عندنا، وجبنه كمان غريبه. تعالوا كده حاجه حاجه بقى، نفتح حاجه حاجه مع بعض ونشوف. بصوا الغريبه قمر شكلها حلو قوي وطعمها تحفه. تعالوا كده هنفتح مع بعض ونبدأ نحط في الكاندي جار دول حاجات. تمام. عايزه اقول لكم ان الكوكيز لو هتحطي صنفين مع بعض ما تحطيش من ضمنهم الكوكيز. ليه؟ لان الكوكيز الشوكولاته اللي فيه مش بتخلي بقيه الحاجات نظيفه يعني. ممكن تخلي الكحك يتعكي شوكولاته، الغريبه تعكي شوكولاته. خاصه لو هتحطي صنفين اتنين مع بعض في نفس العلبه. يعني لو عندك كاندي جار مثلا او لو عندك طبق، ما تحطيش الكوكيز مع حاجه منهم، لازم الكوكيز يكون في حاجه لوحده. فانا هحطه في العلبه دي صغيره. هحطه انا بقى في العلبه دي كده. اهو حطيت الكوكيز اهو. ده شكله. ونقفل عليه كده اهو، ويتحط بقى كده يتقدم مع باقي الكاندي جار. تعالوا نحط بقى البيتي فور. البيتي فور برضو عشان في شوكولاته من الحاجات اللي ما ينفعش يتحط مع حاجه تانية. لانه برضو يعني مش بيخلي الحاجه شكلها لطيف. شكله حلو، شكله حلو جدا ما شاء الله. الحلو لما بتقدمي في الكاندي جار ان هما مش بياخدوا كميه كبيره عشان القفل بتاعها، عشان القفله دي. لان لو خد كميه كبيره الحاجات بتطرى. لسه محتاجه اهو. الحاجات بتطرى مش بتبقى يعني ايه. فبتاخدي انتي كميه على قد الاستخدام. تمام كده اهو. شايفينه؟ وادي الكوكيز اهو. وادي الكحك اهو. ادي الكحك ومعاه السكر. تمام. فانا هجيب ايه بقى؟ هجيب طبق عشان افضي السكر على الكحك واحطه في الكاندي جار على طول. استنى خلو ما تكتريش، وحطي بعد كده كل حاجه يعني كميه صغيره، وكل ما تخلص تحطي تاني عشان الحاجات ما تتبهدلش. ونفتح في كيس السكر فتحه صغيره ونبدا نعمل كده.
فهاخد بقى الكبيره دي احط فيها غريبه على جنب والكحك على جنب، هوريكم احطهم ازاي. للاسف الكاندي جار بيجوا دايما 3 بس، واحنا بيكون عندنا اصناف كتير. وادي الكحك سيب بس مسافه عشان تنفع تتقفل. حط كمان كام غريبايه كده عشان يبقوا قريبين. كده كده انت بتاخدوا من الكحك فكله بيقل مع بعضه، الدنيا بتمشي يعني. واحده كده فيها لوز عشان يبقى شكلها حلو. ناقص اخر حاجه بقى. بصوا كوكيز شوكولاته وكوكيز فانيليا. عايزه اقول لكم الريحه خطيره. ده كان شكلهم. لسه لي حاجه واحده هوريها لكم ونبتدي بقى ايه نحتفل بالعيد. هنحطها في ضيافه العيد طبعا بقى مع شويه فاكهه مع شويه عصير لو في ترمس بقى، بس للاسف انا نسيت خالص اجيب ترمس رغم ان انا بحب الترمس في العيد جدا، وتقريبا انا مش بجيبه غير في العيد. اهو حلوه قوي الشوكولاته دي، شوكولاته بالبسكوت كده طعمها روعه. بصوا هوريكم شكلها، هي اسمها رونيسكاس، حلوه جدا جدا. بصوا هي زي الويتش كده، تحسوا انه طبقتين بسكوت وبينهم طبقه شوكولاته بيضه وفي كمان زيها سودا، بس طعمها تحفه، خطير خطير جدا. بصوا حلوه قوي بس دسم. تمام، ودي كده ضيافه العيد. ودي ضيافه العيد بتاعتي، اتمنى ان شاء الله تعجبكم. بصوا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله الايام اللي جايه ربنا يجعل كل ايامكم سعاده وخير وحب وهنا وفرحه ان شاء الله يا رب، اللهم امين. دمتم بخير، السلام عليكم.